ده تشاك لاين بيبدأ معانا بواحدة اسمها باولا وبتكون مع واحد اسمه سيمون وبيسألها لو كويسة فبترد إنها بتحاول. بعدها بيقول لها توقف العربية عشان في حد، وبتكون في طفلة صغيرة واقفة في الطريق وموتوسيكل جاي بسرعة وبيحاولوا ينقذوها لكن بتجري منهم. بعدها الموتوسيكل بيقع باللي سايقه والطفلة بيغمى عليها وبياخدوهم المستشفى، وهناك بيسألوا الشرطة فين أهلها ومحدش بيكون عارف فين. بعدها بيرجع سيمون وباولا بيتهم وبتدي باولا حقنة لنفسها. بعدها بتخبي الشنطة اللي فيها الحقن ورا المراية وبتكلمهم الشرطة تاني عشان يجوا المستشفى، وبتقول لهم الدكتور ان الطفلة مش بتتكلم لكن فهموا ان اسمها كلارا عشان في ممرضة بنفس الاسم، ولاحظوا انها انتبهت جدا لما حد نادى عليها لكن غير كده مش بتتكلم. وبيدخلوا يلاقوها جالها حالة عصبية وعايزة تجري منهم، فبتمسكها باولا وبتهديها. بعدين بتروح هي وسيمون يقعدوا مع صحابهم وبيتكلموا عن كلارا وانهم مش لاقيين اهلها وخايفين لا تكون كانت بتتعرض لسوء معاملة. وتاني يوم بيروحوا يزوروها وبيجيبوا لها هدية وبيلاقوا انها متثبتة في السرير وواخدة مهدئ، لكن سيمون بيفك ايدها فبيجوا الممرضات يخرجوهم وبيربطوها تاني. وبتدي باولا لنفسها حقنة تانية وبتخبي الشنطة من سيمون، لكن بتقرر المرة دي تاخدها معاها. وبيقول لها سيمون انه مش قادر ما يفكرش في كلارا. بعدها بيروحوا المستشفى تاني وبيقولوا ان حالتها اتحسنت لكن لسه ما لقوش اهلها، وفي الحالة دي هيعرضوها للتبني. وبيقرر باولا وسيمون ياخدوها كام يوم عشان يشوفوا الوضع وبعدها ممكن يبدأوا في ورق التبني. وفعلا بعدها بيجيبوها البيت وبترسم لها باولا خط بالطباشير حوالين سريرها زي ما كانت بتعمل في المستشفى. وتاني يوم بتصحى من النوم لكن بتخاف تتعامل معاهم وبيحاولوا يخلوها تاكل لكن بتفضل تاكل لوحدها. وبتاخد باولا بالها ان كلارا مندمجة مع ورد فبتنزله لها عشان تلمسه، وبتحاول تخليها تخرج من خط الطباشير اللي هي رسماه بانها ترسم لها خط تاني مساحته اوسع. وبتفهم باولا انها ما بتقعدش في مكان ما فيهوش خط، فبتحط لها خط في كل مكان في البيت عشان تعرف تتحرك. وفي يوم بتكون كلارا عايزة تفضل معاهم وبتنام جنبها، وتاني يوم بتيجي الدكتور تطمن على حالتها وبتحاول تمسح خط الطباشير عشان تخليها منطلقة اكتر، لكن كلارا بترفض وبتتعصب جدا. فبترجع باولا ترسم الخط تاني وبتجري كلارا تحضنها. بعدها الدكتور بتقول لكلارا انا عارفة انك فهماني وبتعرفي تتكلمي وقلتي بومة، يعني ايه الكلمة دي؟ فبتروح كلارا تتكلم في ودن باولا وبتبدأ تقول كلام مش مفهوم، وبيسألوها عن بيتها لكن مش بترضى تقول اي حاجة وبتحضن باولا وبتقول ماما. وتاني يوم بتتكلم باولا معاها وبتقول لها انا عارفة انك عاملة لها ورقة هدية. بعدها بيقعدوا مع صحابهم وبيتكلموا عن كلارا وبيتفقوا يخلوها تلعب مع بنت صاحبتهم، لكن كلارا مش بترضى تلعب معاها وبتدخل اوضتها. وبتقعد باولا وصاحبتها يفطروا وبينادوا على الاطفال لكن مش بيردوا. بعدها بتطلع صاحبة باولا ازازة من بقها وبقها بيكون كله متعور. بعدها بيجي سيمون وبيفتش في كل العلب الاكل بتاعتهم وبيقولوا انه لقى ازاز كتير جدا، وبيحاول يفهم باولا ان كلارا هي اللي عملت كده لكنها طبعا مش بتسمعه وبتقول له ايه الهبل ده، وبتتعامل عادي مع كلارا. وبتبص باولا من الشباك وبتلاقي صاحبتها بتتكلم عليها. بعدين بيجي سيمون بعلبة طباشير مكتوب عليها كلمة كلارا، ولما بيترجموها بيكون معناها عقاب، وكلمة تانية معناها خوف، لكن مش بيعرفوا معنى كلمة بومة وبيستنتجوا انها بتتكلم ألماني. وبيكون سيمون عايز يقول للدكتور عن موضوع الازاز لكن باولا بتمنعه عشان خايفة ياخدوها منها. بعدها بتطلع تلعب مع كلارا وبتسألها ازاي بتتكلمي ألماني لكن طبعا مش بترد، وبتسمع صوت غريب جاي من الغسالة فبتروح تلاقي جواها مفاتيح، وبترجع تلاقي كلارا مستخبية وبتدور في كل مكان ومش بتلاقيها. فبتخرج بره البيت وبتكون خايفة جدا وبتسأل جيرانها لو شافوها، ولما بتدخل البيت تاني بتلاقيها عادي قاعدة مع سيمون ومش بتفهم ده حصل ازاي. بعدها بتقعد معاها وهي بتلعب وبتسألها ليه كنتي مستخبية مني وكنتي خايفة من بومة، وهل هو حاجة ولا شخص؟ وبتترجاها تتكلم معاها لكن كلارا مش بتنطق بأي حاجة، فبتقولها تعالي نرسمه، بس كلارا بتتعصب وبتزقها وبتلاقي ان جارها شافها. بعدها بتيجي الدكتورة وبتسأل باولا عن الازاز وبيحاولوا يكلموا كلارا ألماني ومش بترد، وبتوريهم رسمة ومش بيفهموا منها أي حاجة، وبتكون باصة لباولا مستنية انها تفهم. بعدها بتقطع الرسمة وبتقوم وبتخرج باولا تتخانق مع صاحبتها عشان قالت للناس انها اكلت ازاز بسبب كلارا. وتاني يوم بتدي نفسها الحقنة تاني وبتقعد تحاول تفهم يعني ايه بومة، وبتسمع التسجيل اللي فيه كلارا وهي بتتكلم، وبتقوم شوية تعمل حاجة تشربها وبتلاقي ان كلارا عدلتها كتابة الكلمة، ولما بتترجمها بيكون معناها غول. وبنشوف ان باولا بلعت ازازة والكوباية كلها ازاز مكسور وبتبدأ ترجع دم وبتحاول تشيلها لنفسها بملقاط وفعلا بتخرجها. بعدها بتروح تلاقي باب البيت مفتوح وكلارا مش موجودة، فبتنادي عليها في كل مكان وبتكلم الشرطة وبيقولوا انهم لقوا الجاكيت بتاعها عند البحيرة، فجابوا غواصين يشوفوا لو غرقت. ومش بترضى باولا تقول لهم برضو عن الازاز وبتقول لهم ان مستحيل كلارا تخرج لوحدها عشان مش بتتخطى اي خط طباشير، وبتترجاهم ما ياخدوهاش منها. وبتصحى تاني يوم تلاقي سيمون قاعد مع صحابهم وبيسألوها هترجعي شغلك امتى، وبيحاولوا يخلوها تتكلم عن اي حاجة تانية غير موضوع كلارا، وبيتعاملوا مع باولا كأنها مجنونة. وبتتكلم صاحبتها عن انها قربت تولد، فبتتعصب باولا من طريقتهم وبتطردهم كلهم وبتتأسف لسيمون وبتقول انها رايحة تدور على كلارا. وبيقول سيمون
انه مش عايز الطفله دي ترجع بيته عشان ما كانتش طبيعيه، وكمان بيقول لباولا انه عارف انها بتاخد حقن عشان تحمل، وانهم كانوا متفقين يوقفوا علاج عشان تعبوا من التوتر. وبيقول لها انت ازاي انانيه كده، دي مش حياتك لوحدك، كمان من ساعه ما كلارا جت وانت مهووسه بيها ومش بتسمحي لاي حد تاني يقرب منها، وانه كان غلطان عشان سمح لها تيجي. وبيجيب اللعبه بتاعتها وبيخرج منها ازاز مكسور تاني، وبيقول لها فسري لي ده ايه، وانهم لازم ينسوها. بعدها بتكون باولا واقفه باصه على رسمه كلارا، وبيجي لها تليفون وبترد وبتسمع كلارا بتقول ماما وبتقفل، فبتجري بسرعه تكلم الشرطه عشان يتعقبوا الرقم، وبيقولوا لها ان ده رقمها هي، وبيتهموها انها اتجننت واتصلت بنفسها. فبتحاول تقول لسيمون صدقني، لكن مش بيرضى، وبيقرروا انها لازم تتعالج نفسيا. وهي رايحه البيت بتسرق ملف فيه قضايا عن اختفاء اطفال في اوروبا كلها، وبتخرج تقول لسيمون انها عايزه تقعد لوحدها، وبتروح تفتح الملف وبتشوف صور لبنات كتير مفقوده. بعدها بتفتح ملف تاني فيه جرائم عنف ضد بنات، وبتشوف صوره ورقه نفس بالظبط اللي كلارا كانت بتعمل منها كتير، وبتحاول تقرا في الجريمه دي اكتر. بعدين بتروح للدكتوره اللي اسمها مكتوب في الملف، وفي الاول الدكتوره دي بترفض تساعدها وبتترجاها انها عايزه بس تلاقي بنتها. فبتقول الدكتوره ان كل اللي هي فاكراه عن القضيه ان الضحيه عانت جدا وكليتها الاتنين كانوا واقفين، وعندها عين كسوله، وبتجري بسرعه تقارن بين قضيتين، واحده عن بنت سويسريه اختفت وهي 12 سنه، وبتشوف فيديو لاهلها على اليوتيوب وبتشوف انها بتعمل نفس الورقه برضه، وكانت الطفله دي مقتنعه ان الورقه بتحميها من الشر. بعدها باولا بترجع البيت وبتلاقي ورقه من سيمون مكتوب فيها انهم في قسم الشرطه، وبترجع باولا خط الطباشير تاني، ولما بتبص للرسمه بتاعت كلارا بتفهم انها كانت خايفه من شخص بره الشباك. وبتشوف باولا جارهم اللي قدامها، فبتكلم الشرطه بسرعه وبتقول ان جارها مسؤول عن اختفاء كلارا، وبتنزل تروح تخبط عليه. بعدها فجاه بنشوف جارها وهو بيفتح الباب والدنيا بقت ليل، وبنشوفه وهو في عربيته وبياخد كلارا وبيسيبها على الطريق، وبيقول لها اوعي تتكلمي، وانه هيرجع ياخدها بعدين، وبيخليها تمشي ورا خط الطباشير اللي على الاسفلت. وهنا نفس الوقت اللي باولا وسيمون بيلاقوها فيه، وبيكون مراقبها كل يوم من الشباك، وكان بيقعد معاهم على العشاء ويعرف اخبارها منهم، وهو اللي بيحط الازاز في اكلهم عشان يموتوا، وهو كمان اللي كان اخد كلارا وبيرجعها اوقات ما كانت بتختفي. وبنشوفه هو قاعد مع مراته وباين انه نفسيا مش متزن لدرجه انها بتخاف على اولادها منه. وبعدها بيروح يقعد مع سيمون وباولا كانه مش عارف اي حاجه، وهو اللي كان بيحاول يخلي شكل باولا مجنون قدام صحابهم، وبيسرق موبايلها وبيخلي كلارا تكلمها منه. وبنرجع لباولا وهي بتخبط وبتدخل البيت عليه، وبتحاول تبين انها مش شاكه فيه خالص، وبتقوله ان استأذنت مراتك اجي اخد حاجه منها. وبتدخل وهي بتدور على كلارا في البيت، وبيسالها لو في اخبار فبتقول لا، وبتحاول تخرج من باب المطبخ وبتلاقيه مقفول، فبيجي من وراها وبيجيب فاس وبيخبطها في كتفها وبيشيله، وبيكون عنده باب سري للقبو وبيسحبها لتحت من رجلها. وبتشوف انه مكان بقفل كتير جدا، وكلارا فعلا بتكون موجوده هناك، لكن بيحبس باولا في اوضه تانية وبينظف كل الدم اللي على الارض. وبتيجي الشرطه تخبط عليه وطبعا مش بيلاقوا حاجه. بعدها بينزل لباولا وبيكون رابطها في عمود وبيبدا يخنقها عشان تموت، بس بيسيبها في اخر لحظه وبيقول لها الشرطه ما صدقتكيش، وبيسالها عرفت ازاي، فبترد انها لقت تقرير تشريح البنت اللي هو قتلها زمان، وبيسالها التقرير ده فين، فبترد انه في عربيتها، وبياخد منها المفتاح وبيخرج وبيرسم خط لكلارا عشان ما تتحركش، وبيدخل عربيه باولا. وفي الاثناء دي بتحاول تهرب وبتفتح الباب برجلها وبتستنى كلارا عشان تيجي تفكها، لكن مش بتعرف تتحرك من الخط. وبيدخل بيت باولا عشان يدور على التقرير، وبتحدف لكلارا ورقه عشان طباشير عشان تجيبها وترسم لنفسها خط تاني تمشي جواه وتنقذها. وفي الاول كلارا بتكون خايفه تتحرك، لكن باولا بتترجاها وبتقول لها قد ايه هي شجاعه وتقدر. وبتحكي كلارا ان مامتها ماتت هنا، وبتعرف ان البنت السويسريه اللي اختفت زمان هي مامة كلارا. وبيجي جارها يلاقي كلارا مختفيه وفي خطوط طباشير مرسومه في كل مكان، فبيمشي وراها وبيسال باولا هي فين، لكن مش بترد عليه وبتكون مستخبيه تحت السرير. فبيبدا يخنق باولا، وفي الوقت ده بتهرب كلارا بسرعه وبتقفل الباب عليه وبترسم لنفسها خطوط لحد ما بتخرج بره القبو. وفي الاول بتكون خايفه تخرج، لكن بتشوف بيت باولا وبتنادي على سيمون لكن مش بيسمعها. بعدها بتغمض عينها وبتبدا تمشي بالراحه، وبتشوفها مرات جارها وبتخاف كلارا تتكلم معاها، وبتاخدها الست عشان ترجعها البيت غصب عنها. وهنا بنفهم ان مراته مشتركه معاه في كل اللي بيعمله، وبتستناه يصحى تاني يوم وبتقول له هروح اشوف ولادي في اي وقت انا عايزاه، لكن بشرط انك ما تسالش عنهم. وهي كمان مش هتقول لحد عن القبو، وانها بتعمل ده عشان ولادها مش عشانه. وبتعمل له قهوه وبيتعاملوا عادي جدا. بعدها بتلاقي ان في اثار على الباب، وبتدخل الشرطه يدوروا عليهم وفعلا بيلاقوهم، وسيمون بيكون عارف من اثار الطباشير اللي على الباب، وبتعرف الشرطه كل الحقيقه. بعدها بنشوف باولا وهي بتكلم كلارا فيديو عشان راحت تزور جدتها في سويسرا، وبنشوف كمان ان باولا بقت حامل. وبيخلص فيلمنا هنا.